السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. باش تنوض الفوضى وتوصل الاعتداءات على المغاربه في دكار بالتزامن مع الشغب داخل الملاعب المغرب، هادشي تعني انه كاين محرك خارجي اللي وقع في كان 2025 بهذا السيناريو، هو عمليه تخريبيه للعلاقات ما بين المغرب ودكار. تقدروا تقولوا ان التحالف الشيطاني ما بقاش محصور في عقده الجوار او رغبه الانتقام ديال المستعمر القديم. اليوم فرنسا مثلا بالمخابرات الاقتصاديه نتاعها، الجزائر بالمال ديالها، وتركيا ايضا بالطموح ديالها كقوه اقليميه بغات حتى هي تفرض النموذج ديالها في غرب افريقيا، وشافت باللي المغرب بالبيعه ديالو الاقتصاديه والروحيه في افريقيا هو السد المنيع. اجتمعوا كاملين في غرفه عمليه وحده، والهدف هو تقزيم المغرب عبر بوابه السنغال. الكان ما كانش غير مباراه ديال كره القدم، كان تمرين حي لهذا التحالف باش يختبروا القدره ديال المغرب على الصمود تحت الضغط. هادشي تيحطنا قدام عقيده مغربيه جديده في افريقيا، وما كتخليش مجال للشك اننا تجاوزنا مرحله التطمين الدبلوماسي ودخلنا لمرحله التمكين الهيكلي. ملي تنسمعوا مثلا وزيره الاقتصاد ان 20% من الاستثمارات الخارجيه كاينه في افريقيا، هذه ماشي غير ارقام، هذه بيعه اقتصاديه لا صح التعبير، ومسؤوليه تاريخيه حطها المغرب على كتافه تجاه افريقيا. اذا علاش الخصوم ركزوا على الكان؟ بغاو يحولوا القوة الناعمة التنموية لصورة نمطية عدائية. بغاو يقولوا الافارقه المغرب كيبني لكم الطرقان، كيعطيكم الاسمده غير باش يسيطر عليكم ويمارس عليكم الاستعلاء الرياضي. بالنسبه للسنغال راس الحربه او نقطه الضعف، عرفت التحول السياسي مع وصول قيادة شابة بحال عثمان سونكو، باسيرو ديوماي فاي. هذا التيار كيحمل شعار السيادة الكاملة وإعادة النظر في العلاقات التقليدية بما فيها المغرب. وباش تفهموا الكواليس ضروري نعرفوا أن السنغال عرفت التحول السياسي مع الوصول ديال هذه القيادات الشابة. يعني هنا نتطرقوا للخلاف المتصاعد بين رئيس الجمهورية الشاب باسيرو فاي ورئيس وزراء وصديقه القديم عثمان سونكو. هذه النقطة اللي كتفسر بزاف ديال الأحداث اللي وقعات. هذه الثنائية ماشي مجرد خلاف إداري، ولكن صراع على الهوية ديال الدولة السنغالية الجديدة والمكان ديال المغرب فيها. باسيرو فاي الرئيس نهار دخل القصر الرئاسي بدا كينضج سياسيا، فهم أن الدولة تتسير بالمصالح والمؤسسات. الرئاسة السنغالية تحت الإشراف ديالو تتعمل ديما على تهدئة ديال الأوضاع مع المغرب، تتخرج بلاغات كتشيد بالأخوة وبالتعاون وبالتنظيم الممتاز الكان. فاي كيشوف المغرب كشريك استراتيجي لا مفر منه وحامي المصالح ديال السنغال على المدى الطويل. أما عثمان سونكو الرئيس ديال الوزراء هو الرجل القوي في الحزب والملهم ديال الشباب، مازال محتفظ بالخط الثوري التحرري اللي سهل يستغله الخصوم باش يقنعوا الشباب بأن المغرب جزء من المنظومة القديمة اللي خاصها قطيعة ولو تكون تدريجية. الصراع ما بين القصر الرئاسي والحكومة خلق واحد البيئة خصبة للاختراق. الخصوم التقليديين للمغرب ركزوا على جناح سونكو اللي كيشوفوا فيه ثغرة يمكن يدخلوا منها، تيحاولوا يقدموا له وعود بدعم بديل مقابل الابتعاد على المحور المغربي. الأحداث ديال الكان كانت فخ للقيادة السنغالية الجديدة. الخصوم بغاو يحرجوهم، إلا دافعوا على المغرب غيبانوا أتباع، وإلا سكتوا على الاعتداءات غيتسببوا في شرخ مع الرباط. المظلومية الكروية كما كتسمى كانت هدية سياسية للتيار ديال سونكو باش يبينوا أنهم المدافعين على كرامة السنغال. بالمقابل فاي كيبان كرجل الدولة كيحترم الالتزامات الدولية والالتزامات مع المغرب بشكل خاص، وهذا الشيء كيزيد يوسع الفجوة ما بين الطرفين. المغرب اليوم كيتعامل مع السنغال منقسمة سياسيا. المستوى الرسمي باقي وفي العلاقات التاريخية، كيحترم الاتفاقات، كيدعم الوحدة الترابية ديال المغرب. والمستوى الحزبي الشعبي سونكو اللي كاين فيه ميل نحو محاور جديدة وبرود تجاه المغرب، وهذا هو الخطر. وهذا الشيء ملي كيدخلوا الخصوم ديال المغرب هنا ذكي في التعامل ديالو، تيدير واحد النوع من الدبلوماسيه ديال المؤسسات مع الرئاسه، وفي نفس الوقت كيحرك الدبلوماسيه الشعبيه الروحيه عبر الزوايا والمجالس التقليديه باش يضغطوا على القواعد ديال سونكو ويأكدوا لهم ان المغرب هو خط احمر ما يمكنش تجاوزه. الخلاف بين فاي
وسونكو كيشكل اختبار للمغرب، القدرة على حماية مصالحه الاقتصادية الأمنية الجيوسياسية في بيئة سينغالية منقسمة. المغرب بالاعتماد على براغماتيته، قوته الاقتصادية، مكانته الدولية، قدر أنه يحول هذا الانقسام للصالح ديالو ويحافظ على نفوذه الاستراتيجي طويل المدى. المغرب كيدفع بقوة نحو المبادرة الأطلسية لتسهيل وصول دول الساحل للمحيط الأطلسي باش يولي القلب النابض ديال التجارة في غرب إفريقيا كاملة. الرد ديال الخصوم هو محاولة عزل المغرب على العمق ديالو السنغال وموريتانيا باش المشروع يتفرقع من الداخل. لابد من فهم أن الأمر أوسع من مباراة كرة قدم أو كأس ديال الكان. المغرب هو الدولة الوحيدة في الغرب الأفريقي اللي عندها شرعية تاريخية وروحية عابرة للحدود. الخصوم ما عندهمش هذه القوة اللامادية، ما عندهمش زوايا، ما عندهمش إمارة المؤمنين. باش يواجهوا هذا النفوذ تيحاولوا يضربوا الصورة ديال المغربي، يصوروه كأنه متكبر أو مستغل. هذا الشحن هو اللي خلف الاعتداءات الأخيرة على المغاربة في دكار. الكان ديال 2025 كان مجرد تنفيذ لغليان مركب في المختبرات الاستراتيجية للخصوم. الهدف واضح، هو استنزاف النفوذ المغربي، ضرب الصورة ديالو، محاولة إرجاعه للور باش ينكف على القضايا الداخلية ديالو ويسمح في العمق الإفريقي اللي بناه على مدى سنوات طويلة. الخصوم نجحوا في تصوير المغرب كأنه قوة مهيمنة كرويا واقتصاديا، وهذه الصورة كتحرك الغريزة ديال المقاومة عند الشباب، وهي اللي استغلوها باش يشعلوا الفتنه في الكان سواء داخل الملاعب او في شوارع دكار ضد المغاربه، اللي اكدوا انهم ما سبق لهمش عرفوا من قبل هذا النوع من التوتر المرتبط بكره القدم، يعني انهم كانوا مشحونين هاد الشباب السنغاليين. الاحداث ما بقاش غير في الملعب. تجمع ديال الاطباء والطلبه المغاربه في دكار خرجوا ببلاغ طلبوا فيه بالحمايه بعد ما تعرضوا لاعتداءات ورشق بالحجاره والسرقه ديال الممتلكات. هاد الشباب اللي هما سفراء ديال المستقبل، المحرك الطبي والعلمي ديال السنغال، تعرضوا للوصم والعنف، وشفنا خروج رزين ديال السفير المغربي حسن الناصري في دكار اللي طمأن الجاليه واكد ان الامور تحت السيطره. الرزانه المغربيه هي قمه القوه. المغرب كدوله عريقه تعرف باللي الامن ديال المغاربه خط احمر وما غيتنساقش وراء الخصوم، بل غادي يخلي الدوله السنغاليه هي اللي تتحمل المسؤوليه ديالها كامله في تامين المغاربه. اليوم هذا الغدر الرياضي كيدار له دابا تدبير ازمه ذكاء، حيث المغرب تجرح فعلا ورد الفعل ديالو غادي يكون بمستوى دوله كبرى. المغرب من هذا كان تعلم درس قاسي، الاخوه في الحسابات الاستراتيجيه خاصها ضمانات، واللي جاي دابا هو دبلوماسيه النتائج. هنا لابد من واحد الوقفه ضروريه في التعاطي ديالنا احنا كمغاربه مع الافارقه من جميع الجنسيات اللي في البلاد ديالنا. خاص يكون تيحكموا الاخلاق وتيحكموا الدين وتيحكموا القانون، ما نكونوش عنصريين، لان ما كنقبلوش يتمارس علينا نفس المعامله، ولكن اللي دار شي حاجه مخالفه للقانون ديال البلاد تطبق عليه المسطره والاجراءات باش ما نطيحوش في الفخ اللي تنصب لنا من الخصوم. تاريخيا المغرب في السنغال كان شريف ومحترم، السنغالي في المغرب كان بائع متجول وطالب محترم. المغرب تيحافظ على النفوذ ديالو، ولكن بحله جديده. ما بقاش كافي نتكلموا على التاريخ والدين فقط، خاص خطاب موجه للشباب السنغالي كيبين لهم كيفاش الشراكه مع المغرب تتخلق لهم فرص ديال الشغل ومستقبل رقمي، والحزم ايضا مع الليونه. يعني النفوذ الاقتصادي خاصو يستعمل كقوه ناعمه ضاغطه، يعني الدوله السنغاليه او اي دوله اخرى تقدر تمشي في نفس النهج خاصها تفهم باللي الحمايه ديال الجاليه المغربيه والتامين ديال الاستثمارات خط احمر. اذا تضرروا راه المصالح المشتركه كلها كتضرر. بالنسبه للملايين السنغاليين خاصه اتباع الطريقه التيجانيه والمالكيين، المغرب هو مرجع روحي. الشيوخ ديال الزاويه في السنغال عندهم كلمه مسموعه اكثر من السياسيين احيانا. هذا النفوذ هو كيمنع اي قطيعه سياسيه كامله، اي نظام حاكم في دكار حتى ولو كان راديكالي او السيادي كيعرف باللي الصدام مع المغرب هو صدام مع جزء من الهويه الدينيه والاجتماعيه ديال الشعب السنغالي. المغرب هو الدوله الوحيده في الغرب الافريقي اللي عندها شرعيه تاريخيه وروحيه عابره للحدود. الخصوم ما عندهمش هذه القوه اللاماديه. هنا كيروجوا الخطاب التحرر من الوصايه الروحيه، وكيحاولوا يشجعوا تيارات اخرى باش تضرب هذا الرابط التاريخي والديني، ولكن هذا الشيء اللي وقع هو قرصه ديال الودن
كتقول لنا بان الثقه الزايده في التاريخ بلا مواكبه اعلاميه وشعبيه تقدر تولي نقطه ضعف عندنا. الحل ما بقاش عند الجامعه ديال كره القدم، الحل ولا عند الامن الخارجي والدبلوماسيه والدبلوماسيه الموازيه. ايضا خاص حمايه للمغاربه، خاص وقفه حازمه مع الدوله السنغاليه. واش انتم معنا ولا ضدنا؟ الاعلام المغربي خاصو يخرج من القوقعه ديالو ايضا، من الرباط ومن الدار البيضاء، ويمشي لعمق افريقيا. خاص قنوات مغربيه بلهجات افريقيه، خاص صناع محتوى ديالك يكونوا هم السفراء الحقيقيين اللي كيكشفوا الوجه الحقيقي ديال المغرب الانساني. نهار غيولي السنغالي البسيط كيشوف في التليفون ديالو حقيقه الاستثمار المغربي بلغته الام، تما غادي يعرف باللي داك الكاس اللي فرح به هو مجرد سراب قدام الحقيقه المغربيه اللي مخلياه يعيش بكرامه. الحرب اليوم هي حرب وعي، واللي ملك الشاشه والمنصه ملك القلوب ديال الشعوب. هذه حقيقه خص الانسان يعرفها. المغرب بالضروره غادي يدير اعاده تقييم العلاقات مع السنغال على ضوء شنو وقع، ولكن واش مستعدين انهم يخسروا الحليف الاستراتيجي الوحيد اللي عنده فيتو روحي واقتصادي مقابل تصفيقات من خصوم ما عمرهم حطوا درهم او دولار واحد في التنميه ديال افريقيا؟ نجيو للحظه اللي خاصنا نحطوا فيها المراهقين السياسيين والرياضيين في دكار قدام المرايه الحقيقيه بلغه الارقام والواقعيه الاستراتيجيه. خاصنا نديروا لهم جرد الحصيله بيلون، شنو في كفه الربح وشنو في كفه الخساره، باش يشوفوا هشاشه اقتصادهم رغم المؤشرات ديال الغاز الاخيره. اكثر من 40% من المعاملات البنكيه في السنغال تدوز عبر ابناك مغربيه. تخيل معنا خروج او حتى تجميد هذه الاستثمارات، يعني هذه سكته قلبيه للاقتصاد السنغالي. المقاول السنغالي الصغير غيتحرم من التمويل، من السيوله، وغادي يتوقف بالضروره. السنغال بلاد فلاحيه بامتياز، عصب الفلاحه هو الاسمده المغربيه. خروج المغرب من هذا القطاع تعني الجوع والغلاء. يعني ما يمكنش النظام الجديد برئاسه فاي وسونكو يتحملوا التبعات ديالو الاجتماعيه. الرساله واضحه، نهار غتوقف البواخر ديال الاسمده المغربيه لو سي بي في ميناء دكار، ونهار غيوقع اضطراب في التمويل ديال المقاولات الصغرى حيث الابناك المغربيه قررت تعيد تقييم المخاطر. واش الخصوم غادي يقدروا يعطيوكم باش تسدوا الرمق ديال المواطن السنغالي في كاسامانس او سان لوي؟ يعني هذا سؤال مطروح لكم. الاقتصاد السنغالي ماشي فوضعيه كتسمح له بالترف ديال العداء مع المغرب. الكاس اللي ربحوا واش غادي يخلص لكم الديون ديال صندوق النقد الدولي؟ واش غادي يحمي لكم العمله؟ الجواب باين والواقع كيبين الخطر. السنغال الا بغات تمشي ضد التيار غتلقى راسها في العراء. المغرب عنده بدائل، كاين شرق افريقيا، كاين دول الساحل، كاين نيجيريا، بينما السنغال ما عندهاش بديل المغرب بنفس الجوده، بنفس العمق الروحي، بنفس العمق الاقتصادي والاجتماعي. الخصوم كيتعاملوا بمنطق انا او لا احد، بينما المغرب كيتعامل بمنطق ربح ربح. السنغال ربحت كأس بطرق ملتويه، ولكن غادي تخسر فرصه استراتيجيه النمو والاقتصاد والامن الاقليمي. المغرب بالعكس خرج اقوى متمدد بافريقيا، عنده بدائل متعدده، ولا مركز جاذبيه كيحمي مصالحه وحلفائه. السنغال الا بغات تستمر في نهج العداء غادي تلقى راسها بوحدها امام تحديات اقتصاديه وجيوسياسيه ما عندهاش قدره بوحدها تواجهها بلا المملكه. مناخ الاستثمار تياخذ عقود باش يتبنى. السنغال نهار ربحت الكاس بالبلبله والاعتداءات صيفطت رساله للعالم باللي هي بيئه موبوءه وغير مستقره. بالمقابل خسرتوا الضمانه المغربيه اللي كانت تتعطيكم الهبه اقتصاديه قدام مؤسسات دوليه بحال اللي تحدث عليها تقرير فورسايت افريكا 2026 اللي صدر في معهد بروكينغز، واللي ركز في التوقعات ديالو على ان افريقيا 2025 2026 غتكون امام خيارين، اما الاندماج في سلاسل القيمه الاقليميه او الانهيار تحت ضغط الازمات العالميه. وهذا الشيء خصهم يعرفوه. ملي كتنسحب او كتخلق فرص فوضى في عرس قاري بحال كان 2025 انت كتحط راسك تحت المقصله ديال العقوبات واللي خاصها تكون ثقيله بزاف. السنغال كتواجه توقيفات غرامات ثقيله وحرمان من تنظيم التظاهرات المستقبليه وحتى تضييق المشاركه في المظاهرات المقبله. واش قطعه معدن كتستاهل نضحي بمستقبل جيل كروي كامل وبالعلاقات مع المغرب؟ السنغال داخله لمرحله انتاج الغاز والبترول في 2026 وهذه المشاريع محتاجه الامن اقليمي والتزكيه دوليه. المغرب
هو اللي تيوفر هذه التزكيه هذه عبر العلاقات ديالو مع واشنطن، مع بكين، مع الدول الكبرى. الى السنغاليين سدوا هذا الباب، يعني شكون غادي يضمن لهم استقرار الانبوب؟ واش الخصوم اللي طاحوا في الفخ ديالهم؟ الخصوم كيعرفوا يخربوا، ما عمرهم بناو معمل او انبوب غاز في افريقيا. السنغال غتلقى راسها بوحدها في مواجهه اطماع القوى الكبرى بلا حليف وبلا مظله ديال الرباط. ملي كيوصل المغرب لدرجه انه كيستثمر 20% من الاستثمارات الخارجيه ديالو في افريقيا وكيقيس اعصاب ديال الاقتصاد، الامن الغذائي والابناك والاتصالات، ما بقاش مجرد تاجر هنايا، راه ولا مهندس ديال الاستقرار. خص هادشي يتعرف. نهار يتسد بنك مغربي في دكار ويحبس المكتب الشريف للفوسفات في توريد الاسمده المانت او كاولاخ، تما السنغالي غادي يعرف باللي الكاس ديال افريقيا ما كيوكلش الخبز. هذا الارتباط البنيوي هو اللي كيخلع الخصوم، حيت السنغال او غيرها الا بغات تقطع مع المغرب سياسيا خاصها تلقى بديل كيوفر لها الخبز والامن الغذائي، وهذه البدائل ما موجوداش بنفس الجوده وبالثمن وبالالتزام المغربي. المغرب كيستثمر في المعادلات الاجتماعيه. ملي كتبني معمل ديال الاسمده او كتمول مشروع فلاحي، انت راه كتحارب الهجره وكتحارب الفقر وكتخلق واحد الطبقه متوسطه في هذه البلاد هذه. يعني الصدام الكروي اللي خلقوه الخصوم هو محاوله لضرب هذه الشرعيه التنمويه بصوره العدو الكروي. الخصوم كيبغيو يقولوا للافريقي المغرب كيعطيك السماد بيد، ولكن كيهين الكرامه ديالك في التيران باليد الاخرى. هذه محاوله خبيثه لضرب هذا المشروع بعيد المدى في الوجدان ديال الافارقه. كان 2025 كان مجرد تنفيس الغليان مركب في المختبرات الاستراتيجيه ديال هذا الخصوم. هنا كاين رساله خصها توجه لوزاره الخارجيه والسفارات ديالها في افريقيا، يعني منها السنغال. يعني ما بقاش مسموح لنا بالصمت. الصمت في اللغه ديال الدبلوماسيه مزيان، ولكن في اللغه ديال الشارع الافريقي كتفسر بانها ضعف وغياب. خاص السفارات تكون وسط السوق، وسط الضيعات، وسط الجامعات. خاص الافريقي البسيط ديال داك الفلاح والمقاول الصغير يعرف باللي نهار كيمس المغرب راه كيمس الشريان ديال الحياه ديالو هو شخصيا. الخصوم استغلوا الكره حيت عارفين هي المخدر اللي كيوصل للقلب ديال المواطن البسيط. حنا خاص نفيقوا هذا المواطن هذا بحقائق الارض. الكره كتفرح كليله والمغرب كيوفر لك العيش الكريم والغذاء كل نهار. الخصوم كانوا كيحلموا باللي اذا قدروا يحاصروا المغرب في الغرب الافريقي او يقطعوا علاقته بالسنغال غادي يخنقوه، ولكن الواقع الجيوسياسي في 2026 كيقول العكس. المغرب اليوم داير اسقاط مظلي في الشرق افريقيا، اثيوبيا، رواندا، تنزانيا، مشاريع ديال الاسمده الضخمه في اثيوبيا والاتفاق العسكري الاخير والتعاون الامني والسياسي مع رواندا كيبينوا باللي المغرب عنده رئات جديده كيتنفس منها. التقرير ديال فورسايت افريكا 2026 تحدث على المعضله ديال الدول الحبيسه في افريقيا وكيفاش كتعاني من التبعيه للموانئ الاجنبيه. المغرب قدم للدول ديال الساحل والصحراء الولوج للمحيط الاطلسي عبر ميناء الداخل الاطلسي. الفرق في الذكاء، يعني كاين قاده ديال دول الساحل رغم الضغوط الدوليه فهموا ان المغرب هو اللي غادي يعطيهم المفتاح باش يخرجوا السلعه ديالهم ويدخلوها من العالم بلا ما يبقاو تحت الرحمه ديال شي حد. وكيعاملوا الرباط بواحد النوع من التقدير والاحترام. تاريخيا كانت السنغال هي البوابه الرئيسيه لدول الساحل خاصه مالي عبر ميناء داكار. المبادره الاطلسيه المغربيه تتعطي لهذه الدول بديل اقوى واحدث. إلا بقات السنغال غارقه في الغوغائيه والتوتر مع المغرب غتلقى راسها خسرت بزاف ديال الاشياء. القاده ديال الساحل بحال غويتا وتراوري كيتعاملوا مع الملك محمد الثالث والمغرب بتقدير كبير، حيت عارفين المغرب هو المحامي ديالهم في المحافل الدوليه وتيحمي الاستقرار نتاعهم. بالمقابل السنغال اللي كانت كتعتبر مناره دبلوماسيه بانت في 2025 كانها دوله تائهه، خلات الجمهور يحدد البوصله ديال العلاقات ديالها الخارجيه. هذا هو الانتحار الدبلوماسي اللي كيحذر منه التقرير ديال بروكينغز بطريقه غير مباشره. بالطبع في الختام لازم نفهموا واحد الحقيقه هي كبيره، انه اذا كان التحالف الشيطاني كيف ما سميته في الحلقه الماضيه نجح يسجل هدف في المرمى ديال العلاقات ديالنا مع السنغال باستغلال العاطفه ديال الكره، فالمملكه سجلت اهداف استراتيجيه غتغير الوجه ديال تاريخ المنطقه. حنا ما كنردوش بالحجر، حنا كنردوا بالمشاريع العملاقه بالسياده الاطلسيه وبالتامين ديال الغذاء
والطاقه الملايين ديال الافارقه. الرساله ديالنا للسنغال ولا اي شريك متردد للمغرب كيمد يد المساعده للاوفياء فقط. دابا دخلنا لعصر البراغماتيه القاسيه. الصحراء المغربيه خط احمر امن المواطن المغربي في اي بقعه في العالم هو من الهبه ديال الدوله، واللي ما لقاش الخير في اليد اللي تداوي ولادو الاطباء ديالنا وكتكبر الاقتصاد ديالو ديال البلاد ديالو الابناك ديالنا، يوجد راسو النهار يلقى راسو وحيد في مواجهه العراء الجيوسياسي. حنا غنبقاو بالاخلاق ديالنا تنحميو الافريقي اللي في بلادنا وفي وسطنا، نبينوا للعالم بلي الامبراطوريه الشريفه اكبر بكثير من مجرد الشغب ديال الملاعب. الشيء اللي غادي نوصلوا لهم كرساله. شكرا، واذا عجبتكم الحلقه ديروا اعجاب، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما مشتركش في القناه مرحبا بكم. شكرا والى اللقاء.